اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا الكرام مع فيديو جديد مع ملك الأجهزة. بإذن الله هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة، يعني ممكن ما كنش حد عرضها قبل كده زي ما عودتكم. بس قبل أي حاجة نصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام، عشان ربنا بإذن الله يعني الفيديو دوت يعني على قد ما هو بسيط، بس بالنسبة لي أنا شايفها حاجة جميلة جدا. ممكن أي حد ممكن يبقى محتاج البوتاجاز الصغير ده. أصغر بوتاجاز في مصر. حكايته ايه يا عم محمود اصغر بوتاجاز في مصر دوت؟ وهل هو يعني فعلا بوتاجاز بجد ولا ده بتاع اطفال ولا ايه بالظبط؟ باذن الله هشرح لك كل حاجه باذن الله. وكمان انا حاطط جنبه الفرن الصغير دوت، مش عشان انا هعمل اعلان للفرن، لا انا عايز اعرفك حجم البوتاجاز قد ايه، عشان يبقى فيه مصداقيه لما نبعت ان شاء الله حاجه شحن لاي حد، ما يقولش يا عم محمود ده شكله في الفيديو كبير وانا لقيته صغير. لا، ده اللي جنبه دوت 45 لتر، اللي هو الفرن او الفرن الكهرباء العادي 45 لتر، يعتبر هو اكبر منه بحاجه بسيطه. بوتاجاز 2 شعله مع فرن ضمان 3 سنوات تبع شركه الاتحاد بتاعت زمان. باذن الله فيديو جميل، ما تنسوش دعواتكم لينا، وباذن الله هيبقى فيديو جميل ان شاء الله. يلا بينا نتفرج على اصغر بوتاجاز في مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. رجعنا تاني وشلنا طبعا الفرن، خلاص مهمته انتهت بالنسبه لنا عشان نعرف حجم البوتاجاز بتاعنا قد ايه. ده شكل البوتاجاز لما بيتفتح من الكرتونه، بيجي في كرتونه صفرة كده، شكلها جميل قوي وصغير كده، حاجه جميله خالص. ده اول حاجه الغطا بتاعه. طبعا كل البوتاجازات زي ما معروضه كده بيبقى الغطا ازاز، لا ده الغطا بتاعه معدن او مصاج تبع التصنيع بتاع الفرن. زي ما ظهر في الفيديو كده 2 شعله، 2 عين، يعني 2 شعله 2 عين، واحده صغيره والثانيه اللي هي الوسط يعتبر، او بنقول عليه هي بالنسبه له الكبيره بس بتعتبر اللي هي العين الوسط. يعني لو احنا اتفرجنا على بوتاجاز كده 5 شعله، العين اللي بتبقى على اليمين اللي هي الوسط اللي زي كده، مش الكبيره دي او اللي هناك اللي بتبقى كبيره، لا الوسط. فالعين اللي على الشمال زي ما قلنا اللي هي الحجم الصغير، والثانيه الوسط. طبعا هيبقى الشغل بتاعه كويس خالص، وهيدينا الاستخدام بتاعه اللي انا عايزه. بيشتغل ب3 مفاتيح، مفتاح للعين الصغيره، مفتاح للشعلة اللي على اليمين، وكمان معانا المفتاح بتاع الفرن. تعال نفتح الفرن كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الفرن من جوه. حاجة طبعا سيمبل صغيرة، أغراضه ممكن تبقى مميزة جدا في حاجات كتيرة. اللي عنده شاليه، اللي عنده مكان ضيق، اللي بيطلع حاجة يعني صدقة لله، اللي مثلا لمكان صغير حد مثلا محتاج. على فكرة استخداماته ممكن تبقى كتيرة ومفيدة جدا. بدل النهاردة بروح أجيب اللي هو المسطح ال3 شعلة وببقى محتاج فرن، لا ده انا عندي هنا فرن ممكن اعمل فيه اي حاجه، اسخن في حاجه، اسوي في حاجه، هيشتغل معايا فرن بالظبط طبيعي خالص. كمان الفرن البوتاجاز عموما بيشتغل على الانبوبه وعلى الغاز الطبيعي. ده نلف كده، دي الفتحه بتاعه دخلة الغاز او الانبوبه، بيشتغل ده وده عادي، ممكن مفيش اي مشكله. وشركه الغاز هي كمان اللي تيجي توصله ليك، مفيش اعتراض منهم الحمد لله. معاه زي ما قلنا شهاده ضمان تبع ناصر جاز او شركه الاتحاد. الشركه الاتحاد دي كانت بتطلع بوتاجازات زمان، يعني كانت اول من اصنعت بوتاجازات اصلا في مصر. كانت بتطلع بوتاجازات زمان كلنا طبعا يعني ممكن اي حد يبقى فاكرها وعارفها، كانت بتبقى حاجه اصيله 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 فعلا بجد. فعاملين بوتاجاز كويس جدا، حاجه يعني مش موجوده كتير. اللي انا كنت شفت من نوعيه البوتاجاز دوت حاجه اسمها نوفا جاز، كانت ماركه تبقى عاليه خالص. الكلام دوت كان من 5 سنين، كانت عامله 2500 بنفس الامكانيات دي. النهارده لو موجود ممكن يوصل 4000 جنيه. فانا مش هروح اجيب بوتاجاز صغير خالص ب 4000 جنيه، لا ده انا اشتري بوتاجاز زي دوت بالامكانيات اللي فيه دوت، وعرض خاص عليه ب 1350 جنيه. هو النهارده انا كنت عارضه ب 1400 عرض اول ما نزل، بس طبعا عشان انا اعلنته على القناه هيبقى 1350، والشحن متاح لاي مكان باذن الله او اي محافظه للمراكز. الانتاج طبعا تبع انتاج مصري، مفيش اي مشكله. الخامه بتاعته كويسه جدا، محمله صاج محمل مش وحش. طبعا وجه ازاز للبوتاجاز، طبعا الازاز خامه كويسه، طبعا حراري هيشتغل معانا زي الفل. طبعا البوتاجاز من فوق ما بيبقاش فيه شعله، لا ده هو فرن بس ما فيهوش شعله من فوق، بوتاجاز فرن من تحت فقط.
عشان ما حدش ياخده ويقول لي ايه مفيش شوايه من فوق، لا هو فرن بس. بيشتغل من هنا من فتحه الغاز بتاعته من هنا باي نار او باي ولاعه، ونفتح النار هيشتغل معانا بكل سهوله. ده كان شكل اصغر بوتاجاز في مصر، مش عايزين نطول عليها، هو اصلا ما فيهوش حاجه كبيره تشرح، بس قلنا ايه نوضحها لكل العملاء بتوعتنا ان شاء الله. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه،